ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم عن شنطة الطوارئ اللي لازم تكون مع كل بنت. بمعنى ان المفروض كل بنت يبقى معاها شنطة فيها كل احتياجاتها، علشان مثلا ما تتحطش في موقف محرج، ما تبقاش ناسية حاجة، يحصل لها حاجة مثلا، عايزة منديل، ايديها مش نظيفة، عايزة تخش التويليت، عايزة ترطب ايدها، حاجة اتقطعت. فدي شنطة اهي. الشنطة دي هنحط فيها كل حاجة احنا محتاجينها. هقول لكم ايه اللي احنا المفروض نبقى معانا بره واحنا خارجين، مثلا في الشغل او في الجامعة او خارجة خروجة. الحاجات اللي لازم تبقى في شنطتك عشان تسعفك اول باول، عشان بحيث ان انتي مثلا لو بره، لو في الشغل او في الجامعة او في المدرسة، لازم الشنطة دي تبقى معاكي، هتسعفك وهتنقذك ومش هتحطي في موقف محرج. وكمان حتى لو مثلا حد تاني محتاج حاجة، انتي تبقي المنقذة بتاعته. الشنطة دي كده تبقى شنطة صغيرة هنحط فيها كل حاجة. بس قبل ما نبدأ الفيديو اعملي لايك واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا نبدأ. أيوة. اول حاجة بقى معانا شنطة زي دي كده، هتلاقيها رخيصة مش غالية، هاتيها خفيفة ما تكونش تقيلة عشان ما تعملكيش حمل في الشنطة بتاعتك. شنطة خفيفة كده، هتلاقيها هي عاملة 15 جنيه او 10 جنيه. هنفتحها بقى كده. اول حاجة لازم تبقى معاكي الوايبس. الوايبس ده مهم جدا عشان مثلا لو خارجه بتاكلي، مش عايزه مثلا تخشي التويليت او التويليت زحمه مش عارفه تقفي فيه، فده هينجزك بسرعه. او لو مثلا بتشتغلي وايدك فيها تراب او كده، الوايبس ده هينجزك بسرعه. هاتي الحجم الصغير، انا جبت الحجم الكبير ده لاني ما لقيتش الحجم الصغير بتاعه، فانا بطبقه كده وبحطه في الشنطه كده. هنحطه بقى في الشنطه كده بالطريقه دي. لو جبت الاصغر هيبقى افضل عشان يكفي معاكي. تاني حاجه المناديل. المناديل طبعا لازم تبقى معاكي. بنوته طبعا لازم يبقى معاها مناديل، تعملي بقى بيها اي حاجه، تستخدميها الجو حر، هتسعفك يعني في اي حاجه. تالت حاجه واهم حاجه البيت، لازم تبقى معاكي احتياطي عشان لو جاتلك فجاه ميعادها قرب او كده، او حتى لو انتي محتاجتيهاش، حد مثلا معاكي صحابك اصدقائك جات لهم برضك، ممكن تبقى انت ايه المنقذه بتاعتهم. فدي تبقى لازم احتياطي معاكي. وكمان اللي هي البات الصغيره اليوميه دي هتسعفك برضك اكتر. رابع حاجه المرايه. لازم يبقى معاكي مرايه تعدلي فيها مثلا الطرحه، تظبطي فيها الميك اب. لو انت مثلا في الباص بتاع الشغل او كده، او في مكان مش عارفه تخشي او مش لاقيه مرايه، تبقى المرايه بتاعتك معاكي. بعد كده لازم يبقى معاكي الكحول، ايا كان بقى، مثلا كحول اللي هو الرش او اللي هو الجل، برضو دوت هيسعفك. هتقدري ان انتي تمسحي ايدك، تمسحي مثلا مكان حاجه قاعده عليها او ترابيزه او كرسي مش نظيف، فده برضو مهم جدا، لازم يبقى معاكي في شنطه الطوارئ. رابع حاجه او خامس او سادس حاجه اللي هو الفريش توك دوت بتاع الفم. او مثلا لو مش معاكي او مش هتعرفي تجيبيه، ممكن تجيبي اللبان برضو عشان ما تتحطيش في موقف محرج او كده، فخليه دايما معاكي. او لو مش هتعرفي تجيبيه، هاتي اللبان خليه دايما في شنطتك. بعد كده كريم المرطب، وبالذات بقى في الشتاء، شتاء بقى او صيف، اي حاجه خلي الكريم المرطب بتاعك معاكي عشان مثلا ترطبي ايدك في الشتاء من الجفاف، مثلا بتعمل تشققات او كده، فخلي الكريم المرطب معاكي. لازم تهتمي بترطيب ايدك. بعد كده الليب بالم دي او زبدة الكاكاو، اي نوع بقى انت تحبيه، لازم ترطبي شفايفك على طول. لو حتى مثلا روج والروج اتمسح، مش عايزه شكل الميك اب مثلا يبقى وحش، عايزه مش معاكي روج، لو عايزه تحطي روج ممكن تحطي روج، مش عايزه بس لازم تخلي مرطب الشفايف ده معاكي صيف وشتاء، حلو قوي. سوري. بعد كده بقى، ودي بالنسبه لي اهم حاجه ولازم تبقى معاكي، القصافه. انا دي ما اقدرش استغنى عنها، لان ساعات مثلا ضوافري بتتقصف، ضفري بيبقى مثلا ضعيف بيتكسر،
ما بحبش بقى ايه لما الضفر بيتكسر كده بيبقى مشرشر وبيشبك في اي حاجه، دي بتقشعر لي جسمي. يعني انا ما بقدرش استغنى عن القصافه، لازم تبقى معايا. وكمان بيبقى معايا المبرد، بس المبرد مش موجود معايا دلوقتي. بعد كده بقى السباحه بتاعتي تبقى معايا، يا ريت برضو تخليها معاكي، تخلي يبقى في ورد كده في يومك، لا اله الا الله، واستغفر يعني تستغفري وتسبحي ربنا وتصلي على النبي. دي برضو حلوه قوي، بتبقى لازم على طول معايا في شنطه الطوارئ. برضو دي من الحاجات المهمه قوي اللي هي بكره الخيط. لازم يبقى معاكي بكره خيط، عشان لو مثلا حصلت لك حاجه اتقطعت كده، حاجه حصلت كده، حابه تستخدميها برضو في حاجات شخصيه تاني انتي وزمايلك، لازم تبقى معاكي. وحطي بقى فيها الابره، او لو مش عايزه ان انتي مثلا لو حاجه مش حابه تاخدي الابره بلاش، بس برضو ضروري ان هي تبقى معاكي. بس كده يا بنات، دي الحاجات المهمه اللي انا قدرت اجمعها لكم ان انتوا تقدروا تاخدوها في شنطه الطوارئ دي اهي. سهله وبسيطه وصغيره، ومش هتاخد معاكي مساحه في الشنطه، وكل الحاجات اللي فيها مهمه. بصوا، لو جبتي الوايبس ده صغير هياخد كمان معاكي مساحه اقل، وشكلها لطيف وحلو، وهتنقذي نفسك وهتنقذي صحابك وهتنقذي غيرك، ومش هتقدري تستغني عنها. ولو حاجه نقصت منها حاولي ان انت يعني واحده واحده كده، او لو معاكي مثلا مبلغ كل فتره يعني ترجعي الحاجات اللي نقصت، زي المناديل، زي الوايبس، زي الجل، زي القصافه. بس فدي الحاجات اللي انا ما بقدرش استغنى عنها، ولا اي بنت تقدر تستغنى عنها. ممكن بقى انتوا لو في اضافة او في حاجات انا ناسياها اكتبوها لي في الكومنتات، عشان كلنا نفيد بعض ونحطها مثلا في الشنطة معانا. لو عجبك بقى الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. باي باي.